بيبدأ الفيلم بشاب اسمه نيتو مع أخوه سام، وبيكون بيسرقوا متحف في نيويورك، وبتكون المهمة عبارة عن سرقة خريطة قديمة بتوصل لكنز كبير. وبيقول سام لنيت إن الخريطة دي أول خريطة اترسمت في العالم، وبتوصل لكنز مفقود من مئات السنين. وبيعرفوا سام إنه طول عمره بيحلم إنه يلاقي الكنز ده في يوم من الأيام. وبيحاول سام إنه يفتح صندوق الخريطة، بس جرس الإنذار بيضرب وبيجي الأمن وبيقبض عليهم. وبعد كده بتيجي الشرطة وتاخدهم عشان تودهم للملجأ اللي هم عايشين فيه. وبيعرفوا الراهبة إنهم هيسيبوا نيت عشان لسه سنه صغير، بس لازم ياخدوا سام عشان هو بالغ. وبتطلب مديرة المكان من سام انه يجهز هدومه عشان يروح مع رجال الشرطة. ولما بيطلع نيت عشان يودع اخوه يساعده انه يحضر شنطته، بيلاقي سام بيهرب وبيديله السلسلة بتاعته، وبيوعده انه لما الامور تستقر هيجي عشان ياخده ويروحوا يعيشوا مع بعض في مكان تاني. وبعدها بيهرب سام من الشباك. وبعدها ب10 سنين بنشوف نيت وهو في طريقه للشغل، وبيكون شغال في بار. فبتيجي بنت جميلة وبتطلب منه يعمل لها مشروب، فبيحاول يشد انتباهها ويلطف الجو معاها، بس البنت بتتجاهله وبتسيبه وتمشي. وبعد شوية بينظف نيت الترابيزات، وبيلاحظ انه قريب منها جدا، فبيروح لها تاني وبيفتح معاها كلام، وكمان بيولع لها سيجاره. وبتكون دي خطه انه يسرق الصور اللي في ايديها. وبعد شويه المكان بيفضى وبيكون مفيش حد غير نت وشخص تاني. وفجاه وهو نت بيشتغل بيقول للشخص ده انه شخص ذكي جدا وقدر يسرق الصور من البنت من غير ما تحس بعد ما طمنها. وبيبدا الشخص ده يعرفه على نفسه وبيقول له انه اسمه سولي، وبيعرض على نت انه يشتغل معاه. وبيعرفه انه لو قبل هيكسب فلوس كتيره جدا ومش هيكون محتاج انه يسرق تاني. وبيعرفه انه هيسافر لاماكن عمره ما شافها، ولكن نت بيطلب منه انه يمشي عشان المكان هيقفل. ولما بيدور نت على الصور في جيبه ومش بيلاقيه، بيكتشف ان سولي سرقه منه. وده لما بيلاقي الكارت بتاعه في جيبه، وهو مروح بيقرر انه يروح لسولي في العنوان اللي في الكارت. ولما بيوصل بيخبط في حارس الامن اللي تحت بيت سولي عشان يسرق منه مفاتيح البيت. ولما بيدخل البيت بيلاقي الخريطه اللي حاول يسرقها زمان هو واخوه سام، وبيتضح منها ان في كنز مفقود. وبيظهر سولي بعدها وبيقول له كنت عارف انك جاي عشان الصور، وعشان كده عملت لك مشروب معايا. وبيقول له ان الصور اللي انت جاي عشانه في الدرج المكتب. وبعدها بيتكلموا عن الخريطه، وبيعرفوا ان الخريطه دي بتوصل لكنز مفقود، والكنز ده بيكون بتاع قبطان اسمه الكانو. ولما السفينه بتاعته اتهدمت من القراصنه بيقرر انه يخبي الكنز عشان مفيش حد يقدر يسرقه. فبيقول له نيت ان دي كلها قصه خياليه والقصه دي مش حقيقيه. فبيقول له سولي انها حقيقيه، والكنز ده قيمته بتعادل اكتر من 5 مليار دولار. وبيثبت له ده، وكمان بيديله كتاب قديم لرحلات للبحث عن الكنز. فبيساله نيت هو ازاي عرف المعلومات دي. فبيعترف له سولي انه كان صديق اخوه سام، وبيوري له صور ليهم وهما الاتنين مع بعض، وبيعرفوا انهم اتعاونوا مع بعض عشان يلاقوا الكنز، بس بدون سبب بيختفي سام. وبيعرض عليه سولي انه يساعده عشان يلاقوا مكان الكنز، وكمان ممكن يلاقوا اخوه سام. وبيرفض نيت وبيقول له انه مش بيثق في اي حد، وبيمشي. ولما بيروح بيفتح الرسائل اللي اخوه كان بيبعتها له، وبيظهر ان نيت مفتقد اخوه جدا. فبيغير رايه وبيقرر انه يدور على اخوه، وبيكلم سولي في التليفون وبيوافق انه يساعده في البحث عن الكنز. وتاني يوم بيتقابلوا وبيعرفوا سولي ان غرفه الكنز بتاع القبطان اللي كانوا بتتفتح بمفتاحين، وبيكون واحد منهم مع القبطان والتاني مع طاقم السفينه. بيعرفوا سولي انه معاه مفتاح القبطان، والمفتاح التاني بيكون معروض للبيع في مزاد كبير جدا. وبيعرفوا ان الطريقه الوحيده عشان ياخدوا المفتاح انهم يسرقوه. وبتكون مهمه نيت انه يدرس المكان كويس ويحط خطه عشان يعرفوا يسرقوا من غير ما يتمسكوا. وبيبدا نيت انه يحط الخطه وبيجمع شويه معلومات عن سولي عشان يكون حذر جدا وهو بيتعامل معاه، وكمان يعرف هو بيتعامل مع مين. فبيلاقي انه كان طيار في الجيش ودخل السجن في تهمه سرقه متحف في بريطانيا. وتاني يوم بيروح نيت عند سولي البيت وبيجهزوا عشان سرقه المفتاح. فبيسال نيت سولي هو ليه اختاره هو في المهمه دي. فبيعرفوا انه اختاره عشان هو ماهر جدا في السرقه، وكمان عشان هو اخو سام صديقه، وكمان عنده معلومات هتفيدهم في رحله البحث عن الكنز. ولما بيروحوا المكان اللي فيه المزاد بيلاحظ نيت واحده بتشاور له من بعيد. فبيقول له سولي ان دي رئيسه عصابه في لندن وبيكون اسمها بردوج، وبينصحه انه يبعد عنها عشان يتجنب المشاكل. فبيلاحظ نيت ان بردوج جاي عليهم، فبيمشي نيت عشان يبدا تنفيذ المهمه. وبتقف بردوج مع سولي وبتقول له انها عارفه انه موجود عشان يسرق المفتاح، وبتعرفه انها تمنعه. وبيظهر انها موجوده عشان تسرق المفتاح برضه. وبيكون نيت بيتفرج على المفتاح، وفجاه بيظهر شخص اسمه سانتياغو وبيقول لنيت ان المفتاح ده صنع في اسبانيا وتحديدا مدينه برشلونه، وده في القرن ال16 الميلادي. وعدته كانوا بيدوروا عليه من عشرات السنين. وبيظهر انه شخص غني جدا، وده لما بيقول لنيت انه مستعد يضحي بملايين الدولارات في مقابل انه يحصل على المفتاح. فبيقول له نيت انه من هواة جمع التحف الفنيه وكمان القطع الاثريه. وبعد كده بياخد الشنطه اللي فيها المعدات وبيدخل غرفه الكهرباء عشان يقطع الكهرباء عن المبنى. واول ما بتلاحظ بردوج بتقوم الاتنين من رجالتها عشان يمنعوه. واول ما بيوصل النيت للوحه المفاتيح بتاع الكهرباء بيجي واحد من رجاله بردوج وبيضربه من ورا. بنرجع للمزاد اللي بيكون بدأ، وبيبدأ المزاد ب3 مليون دولار. فبيبدأ سانتياغو انه يعلي في السعر عشان يكسب المزاد، وبيحاول سولي انه يعطل المزاد لحد ما نيت يقطع الكهرباء عن المبنى. بس نيت بيكون مش عارف يعمل حاجه، ورجاله بردوج بيكونوا مروقين عليه. وبيهرب نيت منهم وبينط على عمارة النور اللي في السقف، وبيحس ان
المسؤولين عن المزاد بخطر، فبيعلنوا عن إلغاء المزاد وبيحطوا المفتاح في الشنطة. وبيظهر إن سولي متنكر في شخصية واحد من الأمن، فبياخد المفتاح من رئيس المزاد وبيخرج من المبنى وبيركب عربيته وبيلاقي نيد جنبه في العربية. وبيكون نيد غضبان جدا من سولي بسبب إن سابه لوحده جوه في المبنى، فبيرد سولي عليه وبيقول إن أول قاعدة لازم يتعلمها في الرحلة إنه لازم يعتمد على نفسه. فبياخد نيد المفتاح وبيفقد ثقته في سولي، وبيقول لسولي إن هم هيسافروا لمدينة برشلونة عشان الكنز موجود هناك. وبيبدأوا الرحلة وبيكون نيد معاه مذكرات القبطان الكانو، ولما بيفتحها بيقول لسولي إن الكنز مش موجود في مدينة برشلونة، لأن القبطان كاتب في المذكرات إن آخر مكان كان فيه هي جزر الفلبين، وده بيزود احتمالية إن يكون الكنز هناك. ولما بيوصلوا لبرشلونة بتقابلهم بنت اسمها فريزر وبتتخانق مع سولي، وده لأنه سافر من غير ما يعرفها. وبعد كده بتقول لنيد إن سولي شخص خاين وبتقول له إنه ما يثقش فيه. ولما بتمشي بيقول لسولي إنها شريكته في الرحلة وكمان معاها مفتاح القبطان، وبيطلب من نيد إنه يتأكد إن المفتاح في الشنطة، لأن فريزر حرامية شاطرة وممكن تكون أخدت المفتاح. فلما بيلاقيش نيد المفتاح في الشنطة وبيجري وراها، وبتركب فريزر عربيتها وبيلحقها نيد وبيقول لها نيد إنه معاه مذكرات قبطان الكانو، ومن غير المذكرات مستحيل توصل للكنز. وبيقول لها سولي إنهم مش هيمنعوها إنها تمشي، بس المفاتيح ملهاش أي قيمة من غير المذكرات، فبتضطر فريزر إنها ترجع لهم المفتاح وكمان يتعاونوا مع بعضهم. وبعدها نيد بيقول لهم إن رمز الشجر الموجود على المذكرات بيدل على كنيسة سانت ماريا. ولما بيوصلوا للكنيسة بيكتشف سولي إن كلام نيد صح، وإن القبطان دخل الكنيسة وأكيد في حاجة جوه توصلهم للكنز. وبتقول لهم فريزر إنه بكرة في احتفال في الكنيسة وهيكون في قداس، والراهبات اللي في المكان هيكونوا مشغولين جدا بسبب الاحتفال، وبكده هيقدروا إنهم يدخلوا لأي مكان في الكنيسة ومفيش حد هيمنعهم. وفي نفس الوقت سانتياغو وباردوج بيتقابلوا في برشلونة وبيتعاونوا في رحلة البحث عن الكنز. وبيقول سانتياغو لباردوج إن رجالته كانوا مراقبين سولي وعرفوا إنه في كنيسة سانت ماريا وإنها لازم تراقبه وتاخد منه المفاتيح. وفي نفس الوقت بتعرف فريزر إن نيت أخو سام اللي كان شريكهم في رحلة البحث، فبتسأل فريزر سولي لو قال لنيت على اللي حصل لأخوه سام، وبيظهر إن سولي مخبي حاجة بخصوص أخوه سام. ولما بيدخلوا الكنيسة بيقول لهم سولي إنهم لازم ينفصلوا ويدوروا على أماكن المفاتيح. ولما بيدوروا بيلاقي نيت ألبوم صور، وبتكون نسخة من الصور اللي أخوه سام كان بيبعتها له، وبيتأكد نيت إن في حاجة في الكنيسة بتوصلهم للكنز. وبعدها بيلاقي نيت خريطة على الأرض بتوصل القبو بتاع الكنيسة. ولما بينزلوا للقبو بيلاقوا تمثال راهبة، ولما بيحركوه بيظهر أماكن المفاتيح، وبعدها بيفتحوا وبيظهر نفق تحت الأرض. وبيقرر نيت وفريزر إنهم ينزلوا للنفق، وبيدي مفتاح لسولي وبيعرفوا إنه هيفضل موجود هنا عشان لو حصل أي حاجة يساعدهم. ويشغل تطبيق الخريطة من على التليفون عشان يعرف تحركاتهم ويمشي وراهم. وبيدخل النفق بعد كده وبيخرج سولي من الكنيسة وبيمشي ورا تحركاتهم من خلال التطبيق. وبعدها بتظهر باردوكو وبتكون بتراقبه من بعيد. ولما بيخرج سولي من الكنيسة بتأمر رجالتها إنهم يراقبوا نيت وهي تراقب سولي بنفسها. ولما بيوصلوا لآخر النفق ده بيوصلهم لمنى ليلي، وبيدخلوا للبار وبيلاحظوا إن رجالة باردوك بيدوروا عليهم وبيشغلوهم، وده عن طريق إنهم يعملوا حريقة في المكان. وبتلاقي فريزر نقش غريب على الحيطة وبتحاول إنها تفك لوز النقش ده. تهجم رجالة باردوك على نيت وبيقدر نيت إنه يتغلب عليهم، فبتلاقي فريزر مكان المفتاح لكن بيكون مسدود، فبتحفره وبتفتح الباب وبتنادى على نيت وبيدخل وراها بسرعة. وبينجحوا في إنهم يهربوا من رجالة باردوك وبيلاقوا نفسهم في مواسير الصرف الصحي تحت الأرض، وبيكون في أيهم مكان المفتاح اللي معاهم. وأول ما بيدخلوا المفتاح بيبدأ المكان إنه يتملي بالمية، وبيبدأ نيت بالتوتر وبيتصل على سولي وبيقول له إن المكان اللي هو فيه أكيد في مكان المفتاح وهو الوسيلة الوحيدة اللي هتنقذهم من الغرق. وبيكون المكان اللي نيت فيه تحت مطعم، وبيكون سولي وصل للمكان وبيلاقي مكان المفتاح بس بيكون عليه لوح إزاز. وبتيجي باردوج ومعاه مسدس وبتطلب منه يسلمها المفتاح، فبيرمي سولي المفتاح على الأرض وبياخد منه المسدس وبيضرب نار على اللوح الإزاز. وبنرجع لنيت وفريزر اللي بيكونوا قربوا يزرقوا وما بيكونش قدامهم أي حاجة غير إنهم يثقوا في سولي. وبيكون سولي بيتخانق مع باردوج وبيشيلها ويرميها على لوح الإزاز. بعدها لوح الإزاز بيتكسر وبيدخل المفتاح وبتتفتح البوابة عند نيت في آخر لحظة. وبيخرج نيت وبيتفاجئ لما بيلاقي إن فريزر لسه في المية، فبينزل نيت بسرعة وبينقذها. وبيخرج نيت من المية ولما بتفوق بتشكره على إنقاذه ليها. ولما بيكملوا البحث بيوصلوا البوابة تاني وبيحط فيها نيت المفتاح، فبيلاقي إنها بتتفتح من المفتاحين مع بعض. وبيكون سولي وصل لهم وبيحاول إنه يفتح غطا الصرف عشان ينزل لهم ويديهم المفتاح، فبتطلب منه فريزر إنه يرمي لهم المفتاح. ولما بيديلهم المفتاح بيدمجوا نيت مع بعض وبيفتح الباب بيهم. ولما بيدخلوا بيلاقوا نفسهم في مقبرة رومانية عمرها آلاف السنين، وبيلاقوا 4 قدور عملاقة وبيفتكروا إنهم جواهم الكنز. ولما بيكسروها بيلاقوها كلها ملح، وبيلاقوا وسط الملح ده خريطة رسمها القبطان الكانو وهي دي الخريطة اللي بتوصل الكنز. ولما نيت بيفتح الخريطة بيلاقي إن مكان الكنز الحقيقي هو جزر الفلبين، وبيصطدم نيت من خيانة فريزر ليه
بيهم وبتهدده بالسلاح وبتأمره انه يديها الخريطة، ولما بيسألها هي بتعمل كده ليه مش بتجاوبه، وبتاخد منه الخريطة وبتعرفه ان سولي مخبي عليها حاجة بخصوص اخوه سام. لما بيحاول يعرف منها هو مخبي ايه بتضربه بضهر المسدس على راسه وبيغمى عليه، وبتاخد بعدها الخريطة وتمشي. ولما بيفوق بيلاقي سولي قدامه وبيقول له سولي انه كان شاكك ان فريزر هتخونه، فبيسأله نيت عن اخوه سام وبيعرفه انه مش هيكمل الرحلة غير لما يعرف ايه اللي حصل لاخوه. فبيضطر سولي انه يقول له الحقيقة وبيعرفه ان سام اخوه اتقتل وان اللي عمل كده بتكون برضه. فبيعيط نيت وبيكون متضايق جدا من سولي عشان كذب عليه وبيقول له انه مش هيكمل الرحلة دي، وبعدها بيسيبه ويمشي. وبعدها بنرجع لسانتياغو وبنلاقي بردوك بتقول له انها ما عرفتش تاخد المفاتيح من سولي، وبتظهر بعد كده فريزر وبتقول لهم انها جابت المفاتيح والخريطة. وبنعرف ان فريزر كانت شغالة لحساب سانتياغو، وفي الوقت ده بيكون نيت بيجهز شنطته عشان يرجع لنيويورك. فبيقول لسولي انه ما ينفعش ينسحب بعد ده كله وانه لازم يكمل عشان يحقق حلم اخوه وكمان يجيب حقه من بردوك. وبعد شوية بيقتنع نيت بالكلام وبيقول لسولي انه عارف مكان الجزيرة اللي عليها الكنز. بيكون سانتياغو وبردوك بيجهزوا عشان يروحوا للجزيرة اللي عليها الكنز، وبيأمر سانتياغو رجالته انهم يحطوا عربيته في الطيارة. وبتيجي فريزر بعد كده وبتعرفوا انها عرفت مكان الكنز، وبيكون نيت وسولي بيراقبوهم من بعيد. وبعدها بيقرروا انهم يستخبوا في الطيارة عشان يروحوا معاهم للجزيرة. وبعد شوية بتطير الطيارة وبتبدأ الرحلة لجزيرة الكنز، وبيكون سانتياغو بيتكلم مع فريزر ورجالته وبيقول لهم ان اجداده لقيه الكنز ده من مئات السنين، والكنز ده مش موجود على الجزيرة نفسها، وان الكنز ده اكيد موجود في مكان سري عشان مش اي حد يوصل له. وقبل ما يخلص كلامه بتظهر بردوك وبتقتله، وبتلاقي ان فريزر هربت وبتؤمر رجالتها انهم يدوروا عليها ويقتلوها. وهم بيدوروا عليها بيخرج نيت وسولي من شنطة العربية بتاع سانتياغو وبيروحوا للأوضة اللي كان فيها سانتياغو ورجالته، بس بيلاقوه ميت على الأرض وبيلاقوا الخريطة على الترابيزة وبيعرفوا ان بردوك هي اللي قتلته. فبياخد سولي الخريطة وبيقول انهم لازم يلاقوا مظلات عشان يهربوا من الطيارة. وهم بيدوروا على المظلات بيشوف نيت بردوك بيقرر انه يواجهها عشان قتلت اخوه. ولما بيظهر قدامها وبيسألها اذا كانت قتلت اخوه ولا لا بتؤمر رجالتها انهم يضربوا النار عليه، وبيكون سولي واقف وراهم معاه مظلة. واول ما بيضربوا النار بينط من سولي من الطيارة وبيحاول نيت انه يهرب قبل ما يقع هو كمان، بس رجليه بتشبك في حبل من المربوطين في الصناديق اللي على الطيارة وبيقع من مع الصناديق. وبتكون رجالة بردوج قابضين على فريزر وبتأمرهم انهم يقتلوها، بس فريزر بتضرب عليهم نار وبتنط بعد كده في عربية سانتياغو وبتشغلها وبتنط بيها من الطيارة. وبتتفاجئ ان نيت قدامها فبتخبطه وبيقع من الطيارة. فبيمسك نيت في العربية تطلب منه فريزر انه يجي وراه، وبينطوا في الجو على الصناديق لحد ما بيوصلوا لواحد عليه مظلة وبيفتحوا المظلة وبينزلوا على المية. وبيكون نيت متضايق منها جدا بسبب خيانتها ليه. بتعتذر له فريزر وبتقول له انها عملت كده عشان كانت حاسة انه ممكن يغدر بيها. ولما بيوصلوا للشط بيلاقوا نفسهم على جزيرة الفلبين وبيروح بيعجزوا أوضة عشان يستريحوا. وبعدها بيقعد نيت يتفرج على الصور بتاعة سام اخوه وبيقرا الرسائل اللي بعتها له بغرض انه ممكن يلاقي حاجة توصله للكنز. ولما بيدقق في رسالة من الرسائل بيلاقي ان في رسالة مكتوبة بالحبر السري. ولما بيعرض الرسالة للحرب بيكون كاتب ان المفاتيح هي البوصلة اللي هتوصلهم للكنز. وبياخد المفاتيح من شنطة فريزر، ولما بياخدهم بيلاقي المكان اللي فيه الكنز وبيكون هيقول لفريزر، بس بيرجع في كلامه وبيكتب احداثيات مكان غلط على الورق. ولما بتصحى فريزر تاني يوم بتلاقي الاحداثيات على الورقة، فبتقرر انها تخونه مرة تاني وبتاخد الورقة قبل ما يصحى. وبعدها بيقوم نيت وبيلاقي فريزر مش موجودة وبتأكد انها خانته، وبيضحك نيت لانه المرة دي هو اللي خدعها ووداها مكان غلط. وبعدها بيوصل نيت للمكان اللي فيه الكنز، بس بتكون بردوك بتراقبه وبتوصل لنفس المكان. فبيدخل نفق تحت المية وبيلاقي سفينة سلطان الكانو اللي فيها الكنز وكمان سفينة الطاقم. فبيتفاجئ بسولي قدامه وبيعرفوا ان مشي وراه بالخريطة اللي في التليفون. ولما بيدوروا على الكنز بيلاقوه متخزن في براميل، وبيتفاجئوا ان بردوج جاي عليهم وبيفكروا ازاي يقدروا انهم يسرقوا الكنز ده. ولما بيدور رجالة بردوج عليهم مش بيلاقوهم بتيجي طيارة هليكوبتر وبترفع السفينة اللي فيها الكنز، وبتيجي طيارة تاني وبتاخد سفينة الطاقم. فبياخد سولي شوية دهب وبيحطهم في الشنطة بتاعته وبيطلع للطيارة اللي شايل السفينة وبيضرب الطيار وبيسوقه هو الطيارة. وبتكون بردوج في السفينة التانية وبتمر رجالتها انهم يهجموا على النت ويقتلوه. ولما بيشوفوا النت بيضرب عليهم بالمدفع اللي في السفينة وبيقدر يدمر الطيارة اللي شايلة السفينة اللي عليها الطاقم. بس بردوج بتقدر انها تهرب من السفينة قبل ما تقع وبتنط على سفينة القبطان أركليان وبترمي المرساة، وده بيخلي سولي ما يعرفش يحرك الطيارة. وفجأة بتقع منه الشنطة اللي فيها الدهب، فبيشغل الطيار الآلي بتاع الطيارة وبيحاول انه يجيبها، وفي نفس الوقت بيتخانق نت مع بردوج وبيقدر انه يتغلب عليها وبيحاول انه يوصل للطيارة قبل ما السفينة تقع. وبيلاقي سولي بيحاول يوصل لشنطة الدهب وبتكون بردوج ورا نت وبتحاول انها تقتله. فبيرمي سولي عليها شنطة الدهب وبتقع من على السفينة وبينقذ نت قبل ما يقع هو كمان. واول ما بتطلع بردوج من المية
المية بتلاقي ان السفينة بتقع عليها وبعدها بتموت، وبيلاحظ نيد ان سولي متضايق جدا وزعلان لان كنز القبطان الكانو غرق خلاص ومش هيعرفوا يجيبوه. وبعدها بيخرج نيد شوية دهب من جيبه وبيديهم لسولي. وبعد كده بنكتشف ان اخوانات الكبير سام عايش وبيكون مسجون وبيكتب رسائل لاخوه عشان يجي ينقذه، وبيخلص الفيلم.